يكون بجانب المحترف كابتن ياسين بخيت، يعطيك الف عافيه. ربما نقول لك هارد لك على خساره مباراه اليوم. النصر كان افضل منكم في مباراه اليوم، قدمتم ما لديكم، ولكن اراده الله فوق كل شيء. كابتن ياسين، ما تقول عن الخساره؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الف مبروك لنادي النصر، وهارد لك انه اكيد زي ما قلت انت يعني المباراه كانت صعبه صراحه كثير. فريق النصر تعرف يعني ماخذ بطوله وجاي بنشوه عاليه، واحنا تعرف وضع كيف عندنا. صراحه قدمنا اللي عندنا، وزي ما حكيت يعني رضا الله فوق كل شيء، الحمد لله على كل شيء يعني لعبنا وقدمنا اللي علينا، والله الحمد لله على كل شيء. كابتن ياسير، ومع المستوى الشخصي عامل السرعه استفدت منه كثيرا، ولكن نهايه الهجمه لم تكن موجوده في النادي الفيصلي. والله صراحه مش عارف ايش اقول لك، يعني زي ما استغليت السرعه بس ما قدرنا صراحه. ايش كان ينقصكم يعني؟ صراحه اتوقع كان ناقصنا شويه التركيز بس، وكان توفيق من الله يعني، كان ناقصنا صراحه ما توفقنا. الحمد لله جتنا كم فرصه يعني صراحه من ركنيات من فرص، لكن ما استغلينا. الحمد لله على كل شيء، ان شاء الله المباراه الجايه يعني بنعوض. اكيد ياسين، انتم عارفين موقفكم خطر في سلم الترتيب، وتواجهون فريق مثل النصر، كنتم مستعدين اكثر هالمباراه؟ اكيد يعني صراحه احنا فايتين يعني اكيد كل واحد بيحلم انه يفوز، وكنا فايزين يعني حاطين في بالنا الفوز. وصحيح وضعنا زي ما انت حكيت خطر، لكن الحمد لله يعني احنا بنشتغل قاعدين، وبشر يعني جميع جماهيرنا الفيصل يعني ان شاء الله يعني ما بصير في شيء يعني هبوط او شيء. يعطيك العافيه ياسين. يعطيك العافيه.